Hola, bienvenidos un día más al canal de Aprender Español con vuestra profesora como siempre. Hoy estamos viendo la cuarta parte de cómo hablar español en pasado. أهلا بكم من جديد على قناتكم لتعلم الإسبانية. درسنا لليوم سيكون الجزء الرابع من سلسلة كيف أتحدث في الماضي بالإسبانية باستعمال أهم الأفعال كما عودناكم. إن لم تشاهد بعد الأجزاء الثلاثة الأولى فسأتركها لك في الرابط أسفل هذا الفيديو، يا إما في أول تعليق يا إما في صندوق الوصف. ولنبدأ على بركة الله. قبل أن نبدأ الدرس أريدك أن تجيبني على هذا السؤال: كيف أقول بالإسبانية البارحة فقدت هاتفي ولم أستطع أن أجري أي اتصال؟ البارحة فقدت هاتفي ولم أستطع أن أجري أي اتصال. رأينا كل هذه الأفعال في الدروس السابقة. المرجو الإجابة في التعليقات ولنبدأ على بركة الله. في هذا الجزء الرابع سنتعلم كيف نتحدث باستعمال أهم فعل وهو فعل ذهب يذهب. فذهب يذهب بالإسبانية هو ir. مثلا إذا أردت أنا أن نتحدث عن نفسي فأقول في الماضي مثلا نتحدث دائما باستعمال البارحة، فنقول fui وليس fue. إذا قلت fue بالإيه إسبانيا فستكون تتحدث عنه هو أو عنها هي. أما عني أنا فأقول fui ذهبت، أنا ذهبت البارحة. إذا كيف أقول البارحة ذهبت؟ جيد. ayer fui. البارحة ذهبت إلى موعد طبي. الموعد كما سبق ورأيناه في الدرس الأول هو la cita. وموعد طبي ممكن أن نقول con el médico أو médica. Entonces البارحة ذهبت إلى موعد مع الطبيب أو موعد طبي. نقول دائما أعيد وأكرر المرجو كتابة الأجوبة في التعليقات. جيد. ayer fui a una cita médica. أو ayer fui a una cita con el médico. مع محامي، كلمة المحامي هي el abogado. مع محام هنا المحامي سيكون معرفة غير معرف، فنقول مع محام. جيد. con un abogado. إذن كيف أقول البارحة ذهبت إلى موعد مع المحامي؟ جيد. حاول أن تركب فقط ما تعرفناه في الحصة وفي الحصص السابقة. Entonces, ayer fui a una cita con un abogado. Ayer fui a una cita con un abogado. ننتقل للجملة الموالية. مركز المساعدة بالإسبانية هو جيد. centro de asistencia. هنا لا نتحدث عن المساعدة مثلا ماديا، هنا نتحدث عن المساعدة مثلا تذهب إلى أحد المراكز التي ترشدك، مركز الإرشاد. إذا فنقول centro de asistencia. أعد معي centro de asistencia. Entonces
البارحة ذهبت إلى مركز الإرشاد أو مركز المساعدة، نقول بالإسبانية. نعم، كن واثقا من نفسك واعطني الإجابة. Perfecto. Ayer fui a un centro de asistencia. Ayer fui a un centro de asistencia. Ayer fue a un centro de asistencia. ننتقل للجملة الأخرى. مكتب الهجرة بالإسبانيا هو مكتب الهجرة. جيد. Oficina de inmigración. Oficina de inmigración. Oficina de inmigración. تقديم الوثائق. حين نقدم وثائق للإدارة أو أحد المكاتب نقول جيد، نستعمل الفعل presentar. 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 Entonces, البارحة ذهبت إلى مكتب الهجرة لتقديم الوثائق. لتقديم الوثائق نقول الوثائق هي، سبق ورأينا في أحد الدروس اسم الوثائق بالإسبانية، نقول los documentos. Los documentos. Entonces, البارحة ذهبت إلى مركز الهجرة لتقديم الوثائق نقول مهلة للتفكير. حاول أن تركب الجملة على مهلك، نحن هنا في انتظارك. حاول أن تكتبها في التعليقات. Entonces البارحة ذهبت نعم إلى مركز الهجرة أو إلى مكتب الهجرة من أجل تقديم الوثائق. Perfecto. Ayer fui a la oficina de inmigración para presentar los documentos. Ayer fui a la oficina de inmigración para presentar los documentos. Otra vez. Ayer fui a la oficina de inmigración para presentar los documentos. ننتقل للجملة الموالية. قلنا الإجراءات بالإسبانية هي، هل تتذكر كيف نقول الإجراءات؟ جيد. trámites. trámites. إذن كيف نقول بالإسبانية البارحة ذهبت لكي أفعل، إذا هنا أفعل بعض الإجراءات. أفعل، يجب أن نستعمل هنا الفعل فعل. لكي أفعل بعض الإجراءات، وهي في اللغة العربية ليست جملة صحيحة. إذا لكي أفعل بعض الإجراءات في البنك. في البنك. إذا البارحة ذهبت. Ayer fui. Ayer fui. ¿A dónde? إلى أي؟ Al banco. Al banco. ¿Para qué? لأجل ماذا؟ Para hacer unos trámites. Para hacer unos trámites. Entonces, ayer fui al banco para hacer unos trámites. Ayer fui al banco para hacer unos trámites. إذا قلنا في بداية الدرس أنا ذهبت، نقول fui. fui. لكن إذا كنت أنا وأنت فماذا نقول؟ أنا وأنت ذهبنا. ذهبنا. جيد. fuimos. 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 مثلا إذا أردت أن أقول أنا وأنت ذهبنا إلى البنك البارحة صباحا. إذا ذهبنا إلى البنك البارحة صباحا من أجل بعض الإجراءات. أعطيني جملة صحيحة في التعليقات. إذا البارحة هي ayer ذهبنا
fuimos. Fuimos. ¿A dónde? Al banco. Al banco. ¿Para hacer qué o para qué? Para hacer unos trámites. ¿Cuándo? ¿Por la mañana o por la tarde? Perfecto, por la mañana. Entonces, ayer por la mañana fuimos al banco para hacer unos trámites. ayer yo y tú. إذا لا يجب أن نقول أنا وأنت لأن fuimos تدل على أننا نتحدث عني وأنا وأنت. إذا fuimos al banco por la mañana ¿para qué? Para hacer unos trámites. Ayer por la mañana fuimos al banco para hacer unos trámites, perdón. Entonces yo y mi amiga, yo, mi hermana, yo y mi marido fuimos al banco para hacer unos trámites, ¿vale? entonces هذا فيما يخص أنا وأنت. أما فيما يخص هو وهي قلنا في البداية أنا fui وهو وهي fue. لاحظ معي fui fue fui مرققة وفue مفخمة fue ¿vale؟ إذا كيف نقول ذهب إلى البنك من أجل بعض الإجراءات. نبقى في نفس الجملة. إذا ذهب إلى البنك من أجل بعض الإجراءات نقول por ejemplo Carlos o Juan Carlos por ejemplo. جيد. Juan Carlos fue al banco para hacer unos trámites. ¿A dónde fue Carlos? Perfecto. Carlos fue al banco. ¿Para qué? Para hacer unos trámites. Entonces Juan fue al banco para hacer unos trámites, ¿vale? Entonces, si queremos hablar عليهم إذا أردنا أن نتحدث عنهم هم فنقول ذهبوا في الماضي. هو وهي هم مجموعة من الناس ذهبوا. كيف نقولها بالإسبانية؟ entonces نقول fueron. entonces كيف نقول أمي وأبي ذهبوا إلى موعد طبي؟ رأينا هذه الجملة في بداية الدرس. يعني كيف نقول أمي وأبي ذهبا إلى موعد طبي البارحة. إذن أمي وأبي نقول mis padres. ¿A dónde fueron? Fueron a una cita médica. أو mis padres fueron a una cita con el médico. Mis padres fueron a una cita médica. فعل التسجيل مثلا إذا أراد أحد منا أن يسجل أبنائه في المدرسة فنستعمل الفعل inscribir. إذن أن أسجل أبنائي نقول inscribir a mis hijos. En el colegio. إذا كيف نقول أنا ذهبت لتسجيل ابني أو ابنتي أو أبنائي على حسب الحالة ديالك في المدرسة. إذا أنا ذهبت إلى تسجيل ابني أو ابنتي أو أبنائي في المدرسة. سواء قلت لي mi hijo أو mi hija أو mis hijos فسأعتبر الجواب صحيح. إذا نعم البارحة ذهبت لتسجيل ابني في المدرسة نقول ayer fui a inscribir a mi hijo en el colegio. Ayer fui a inscribir a mi hijo en el colegio. وكيف نقول البارحة أنا وزوجي ذهبنا لتسجيل الأطفال في المدرسة؟
إذا سأترك لك هذه الجملة: أنت من سيجيبني في التعليقات، وأنا سأراكم في الجزء الخامس إن شاء الله. أعيد وأذكركم من لم يشاهد بعد الأجزاء الثلاثة الأولى فليشاهدها قبل مشاهدة هذا الدرس لكي تواصل معنا هذه السلسلة. وإن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فندعوك للاشتراك بها وتضغط زر أن تفعل جرس التنبيهات لكي يصلك جديد الدروس. كذلك لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نلتقي الدرس المقبل بإذن الله. السلام عليكم.